السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ازيكم يا احلى ملكات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية بطاطس بالفراخ بالخلطة الجبارة، بجد خلطة هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بدنا نشوف المقادير والطريقة، بس يا ريت لو اول مرة تشوفوا قناتي اعملوا سبسكرايب ولايك وشير وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا يلا بينا. المقادير معايا: نص كوب ليمون، ونص زيت، ومعلقه بابريكا، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه روزميري واتنين حبهان، كام فص حبهان، على كام عود قرنفل، على كركم، على معلقه صغيره قرفه. كل دون هنحطه على بعضه. ومعايا طبعا نص راس توم فرموها بالشكل ده، وهنضيف كل ده على بعضه. بلس لسه في حاجات تانية هنضيفها معاهم. دي من الاسرار بقى، والحاجه اللي بتدي فيها طعم خطير جدا للخلطه دي هي معلقه عسل وثلاث معالق دبس الرمان. بجد فظيع فظيع، بيخلي طعم الاكل رائع. جربوا كده الخلطه دي والله العظيم هتعجبكم جدا، وهتعتمدوها عندكم من الخلطات المميزه جدا، انا بحبها قوي. وهنضيف طبعا عليها 2 معجون طماطم، معلقتين اللي هي الصلصه، وهاخدها واحطها على وراكي الدجاج اللي عندي. حابه تعملها بالفراخ الكامله مفيش مشكله، بالصدور مفيش مشكله. انا بس عشان احنا بنحب الوراك، فعشان كده عملتها بالوراك. طبعا انا مقطعه الورك زي ما انتم شايفين كده، عامله فيه 3 تخريطات بالشكل ده عشان اعرف احط جواه الخلطه بتاعتي. خدنا نص الخلطه تبلنا بيها الفراخ، ممكن تعملها قبليها بليله او في نفس اليوم، بعدها بساعتين 3، بس لما تكون متبله قبلها بليله بيبقى طعمها احلى. وعامله صوابع البطاطس بالشكل ده، وهحط بقيه التتبيله عليها، بس برضه هخلي فيه جزء منها تاني علشان هحطه على وش الصينيه. واتاكد كويس جدا ان البطاطس وصلها كل الخلطه وكلها اتغطت بالخلطه والكفر ده. تمام كده. وبعدين هبدا ارص الوراك بتاعتي او الفراخ. لا معلش، الاول بصل، وانتي بقى حابه تحطي بقى خضار، فلفل الوان، فلفل اخضر، اللي انت حابه تضيفيه ضيفيه، بس انا حابه انها تكون بالبصل بس. ومعاها فلفل حامي كده، حطاه قرون سليمه. وبعدين هحط من على الوش الوراك. تمام كده. وهنرص الوراك بالشكل دون. انا رصها كويس جدا، انا بحاول اقربها من بعضيها لان العدد ما شاء الله اللهم بارك كتير، يعني اكبر من الصينيه شويه. بس ده لان احنا عارفين ان الفراخ لما بتدخل الفرن اصلا حجمها بيقل. نحاول نظبط الجلد كويس بتاع الورك يعني، واحنا بنرصه عشان خاطر يبقى شكله حلو في التقديم، واحنا كمان نستمتع بيه واحنا بناكله. كده تمام، خلصت رص الوراك كلها، وهبدا احط كده قرون الفلفل بالشكل ده، عشان برضه انا مش عايزاها تكون حاميه قوي، لان انا برضه حاطه في الخلطه شطه، نسيت طبعا اقول لكم عليها. دي برضه اختياري، لو انت مش بتحبي الحاجه سبايسي ما تحطيش شطه او الفلفل الحار ده. وبعدين اخدت بقيه التتبيله بتاعتي وحطيتها على الوش بالشكل دون، ووزعها كويس جدا. وبعدين هجيب ورق زبده واغطي بيه كويس، لان بيبقى غلط ان احنا نحط الفويل على الاكل مباشر. وبعدين هغطي بالفويل وادخلها الفرن. اخدت حوالي ساعه ونص في الفرن، يعني بس ما كنتش معليه الفرن قوي. تمام كده. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، شكلها بجد بصراحه بيتكلم عن نفسه رائع. انا يا ريت بجد كان نفسي تبقوا معايا وادوقكم بجد الطعم. دوقوا كده وجربوا الخلطه والطريقه دي، وقولوا لي رايكم في التعليقات ايه. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفراخ مستويه جدا وطعمها رائع وشكلها اروع. وبكده بقى خلاص يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا سبسكرايب ولايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ودعوه حلوه بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.